حتى يعني الرسمية هي الإنجليزية صح. وكذلك لغة المحلية غير العربية. نعم. إذ أن الطلاب العربية يحتاجون إلى المساعدة ومساندة ويريدون التعاون من العلماء كي يعني يسهل لهم المحادثة باللغة العربية. نعم. وكذلك أيضا الكتابة بالعربية وكذلك التواصل اليومي باللغة العربية. نعم. فأتينا بهذه الفكرة والتي هي جديدة في نظامنا النيجيري. أنا لا أقول هي ولاية سقوط أول ولاية بدأت بهذه القضية، لكن أقول ما عرفناه في هذا العصر من سنة 2000 إلى هذا اليوم. أقول إن ولاية سقوط هي الوحيدة بنظام راعي مثل هذا. يا سلام. نعم. وكذلك حتى بعض الإخوة يعني خريج جامعة أم القرى. نعم. كانوا يتصلون علينا ويسألون عن هذه البرامج ويكتبون البحث. نعم. على هذا البرنامج العربي الذي نبثه من هنا. حتى هناك الأخ الذي لا أنسى اسمه كان يسمى كمال. نعم. أستاذ كمال كان يدرس بجامعة أم القرى، وأيضا هو يربوي من جنوب نيجيريا. كان يحاول ويسأل عن هذا البرنامج، حتى قال انه الان يكتب البحث على هذا البرنامج، وكنت ارسل اليه بعض العناوين والنقاش التي نشرناها من هذه الاذاعه. الان انتم كاهل الفن وكذلك ايضا خريج جامعات الاسلاميه كليه القران الكريم، وكذلك الذين تتلمذوا على ايدي المشايخ، وكذلك ايضا الذين درسوا على العرب الذين يسمون بالعرب والذين يسمون بالعلماء بمعنى الكلمة. ما الذي تقول لطالب العربي في نيجيريا الذي لم يحصل على القبول في خارج نيجيريا، وكذلك قد لا أو أقول قد لم يرى عربيا قط في حياته، لكنه يريد العربية ويشتاق إليها، وكذلك يعني يريد أن يتعلم منها شيئا، ماذا تقول له مقترحا أو تشاور هكذا؟ الشيخ علقمة، أقول أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أحييك وأحيي الإخوة. نعم. هناك يعني في الخارج. أما هذا السؤال فأقول أولا كل يعلم أن العربية أيوة لغة كل مسلم. نعم. لغة كتابنا القرآن الكريم. أيوة. وهي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهي اللغة التي سنتكلم بها. كل من مات مباشرة يصير عربيا. يعني طوعا أو كرها. طوعا أو كرها يعني في البرزخ. إنما يسأل بالعربية. نعم. وفي الجنة وفي النار. نعم. حتى في النار. يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم. قال إنكم ماكثون بالعربية. فهذا الشيء لا يخفى على أحد. فالإنسان المسلم لابد وإن لم يذهب إلى أي بلد عربي لابد وأن يتعلم هذه اللغة. نعم. لأنها لغة دين. نعم. إنها لغة دين. فكل مسلم لابد أن يتعلمها. وليس شرطا أن تسافر أو تذهب إلى أي بلد عربي. أيوة. حتى تتعلم هذه اللغة. لا، هنا في بلدك هنا. هذه البلدة الطيبة هنا في سوكوتو. هناك علماء أقحاح. أنا أقول أقحاح. وإن كانت هذه المفردة أيوة. تطلق أو تستعمل إذا أريد يعني العرب. الأقحاح يقال العرب المهطة. صح. أيوة. فأقول هنا في سوكوتو عندنا علماء بمعنى الكلمة يعني. فالإنسان يتعلم العلم منهم. العلوم العربية والعلوم الشرعية. أيوة. بهذا الإنسان يستطيع أن يتكلم بها ويفهمها ويقرأها ويكتبها
ويكتبها، فليس شرطا. طيب